صدري. كنت بجري وحاسس بصدري بيتضغط عليه اكتر فاكتر. هو ده ممكن يحصل فعلا؟ انت شايف الأوضة، سامع اللي حواليك، وعارف انك صاحي بس مش قادر تتحرك، عمال تحاول تتكلم او تزعق مش عارف، وغريب انك فاتح عينك وشايف حد قاعد على صدرك وبيضغط جامد. تعال اقولك جسمك بيعمل ايه. في مرحلة من مراحل النوم بتبقى الأحلام فيها حركة شوية، فالمخ بيعمل حركة ذكية، بيقلل حركة معظم عضلات جسمك، عشان لو بتحلم انك بتجري مثلا ما تجريش وانت نايم. المفروض لما تصحى تأثير المرحلة دي يخلص وترجع تتحرك طبيعي، بس اوقات بيحصل لخبطة بين النوم والصحيان. يعني انت صحيت بس تثبيت العضلات اللي في مرحلة النوم بيبقى لسه موجود. الأغرب بقى ان مخك لسه حاسس بجزء من محتوى الحلم. في نفس الوقت اللي انت فيه واعي بالأوضة اللي حواليك، بتشوف شخص او تسمع صوت او تحس ان حد قاعد على صدرك، والمشكله ان اللي شفته ده بتبقى حاسس ان هو حقيقي. لو انت من الناس اللي بتنام قليل او بتشرب كافيين كتير او في فتره عندك توتر او ضغط نفسي، الحوار ده اكيد بيحصل معاك، بالذات ان هو مرتبط باضطرابات النوم. فلو عايز تقلل فرصه ان الموضوع ده يحصل لك، نام كفايه وحاول تثبت مواعيد نومك وصحيانك. اما لو ركزت مع صوت الجاسوم شويه هتلاقيه بيقولك لازم تعمل فل.